السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى متابعين يوميات بودي وزياد. قبل ما ابدا مع حضراتكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل مع بعض يا حبايب قلبي النهاردة حالة باردة وسريعة كده، بدون بيض، بدون فرن، بدون اي حاجة، بمكونات بسيطة جدا جدا، متواجدة في كل بيت معانا كده. شايفين بقى الحالة بتاعتنا الجميلة ديت؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ حاجة جميلة جدا، وان شاء الله بإذن الله هتعجبكم، ومش هتاخد معانا اكتر من 10 دقايق، وهنعمل احلى تحلية سهلة كده وسريعة واحنا قاعدين. اول حاجة بقى معانا بسكوت سادة اي نوع انت بتفضليه، معانا الاوريو ده للتزيين. هنعمل صوص الشوكولاتة بكوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، ومعانا كاكاو خام 3 معالق كاكاو خام، ومعانا كوباية كريم شانتيه، ومعانا كوباية لبن مثلجة. اول حاجة يا حبايبي هنعملها هو صوص الشوكولاتة. هننزل بكوباية اللبن، عليها كوباية السكر، وهننزل بكوباية الزيت، وهنضربهم مع بعضهم. بمجرد ما نضربهم مع بعضهم هتلاقي الخليط بتاعنا ده تقل. هننزل عليه بالكاكاو الخام، دول 3 معالق كاكاو خام غير محلى يا حبايبي، عشان نعمل احلى صوص شوكولاتة. وهنضربه لحد ما نحصل على قوام تقيل جدا. ولو حسيت ان الخليط خفيف معاك هننزل بسرسوب زيت خفيف. بس هي كوبايه اللبن وكوبايه الزيت وكوبايه السكر بيعملوا الصوص الجميل اللي انت شايفاه ده. شايفين اللمعه بتاعته؟ جميل جدا جدا، ان شاء الله هيعجبكم. شايفين بقى الجمال؟ بعد كده بقى هنعمل الكريم شانتيه. معانا كوبايه الكريمه، هنحط عليها معلقتين سكر، ولو مستعمله كريمه اكياس هيبقى عليها السكر، ما نحطش عليها سكر. وهننزل باللبن ونقلب كده، وبالمضرب بقى يا حبايبي، وهنعمل الكريمه بتاعتنا الجميله ديت. هنفضل بقى نضرب فيها كده لحد ما نحصل على القوام بتاعنا اللي احنا عاوزينه. وكوبايه اللبن مع كوبايه الكريم شانتيه هتديك نتيجه حلوه جدا. هنضربها بقى لحد ما نحصل على كريمه متماسكه زي ما هتشوفي دلوقتي. يلا بسرعه انزلوا حطوا اللايك عشان ترفعوا الفيديو يا حبايبي ويوصل لاكبر عدد من الناس. عاوزه تعليقاتكم بقى ودعمكم الجميل ده. شايفين قد ايه الكريمه ناعمه؟ المقادير مظبوطه جدا. كوبايه الكريمه لها كوبايه لبن او كوبايه ميه متلجه. وادي الكريمه بتاعتنا. عاوزه اقول لكم ان احنا لو قلبنا العلبه كده الكريمه مش هتنزل منها، لانها كريمه متماسكه. ومعانا بقى البسكوت يا حبايبي، انا ضربته في الكبه ونعمته. تقدري ان البسكوت دوت تحطي عليه كوبايه زبده وتقلبيه يبقى معاكي زي الرمل كده. ويلا بقى نحضر الحاله الجميله بتاعتنا. هننزل بمعلقتين 2 بسكوت في بولات بقى، في كاسات، في اي حاجه عندك بتفضليها. بعد كده هننزل بالكريمه. شايفين الكريمه بتاعتنا قد ايه متماسكه وناعمه وجميله. بعد كده هننزل تاني بمعلقتين بسكوت. وبعد كده هننزل بصوص الشوكولاته. تقدري انك تنزلي تاني بالكريمه وبعد كده صوص الشوكولاته. التزيين ده بقى كده يرجع لحضرتك. وده بقى البسكوت الاوريو، تقدري تستغني عنه خالص. تقدري تحطي اي حاجه على الوش ده حسب. تقدري انك تحطي شوكولاته مبشوره، اي حاجه ترجع لك، جوز الهند. وننزل بقى نعمل معاكم كاس كمان اهوت. نزلنا بطبقه البسكوت، معلقتين بسكوت عليهم معلقتين كريمه. بعد كده هننزل بمعلقتين بسكوت تاني. وبعد كده هنغطيهم بصوص الشوكولاته الجميل اللي احنا عملناه. شايفين الجمال بتاع صوص الشوكولاته؟ شايفين اللمعه بتاعته قد ايه؟ لمعته جميله جدا والقوام بتاعه متناسق. شايفين الجمال؟ بعد كده بقى نزين كده الكاسات بتاعتنا عشان تعجب اولادنا. انتوا عارفين يا حبايبي ان العين بتاكل قبل البق. والتزيين ده بقى زي ما قلت لك كده يرجع لك. اي حاجه انك تفضليها تحطيها على الوش.
وتقدري انك تغيري في المقادير عادي. ممكن تحطي البسكوت الاول، تحطي الكريمه الاول، تحطي الشوكولاته الاول، كله بقى ويرجع لذوق حضرتك. تقدري انك تعملي وتشيلي صوص الشوكولاته ده خالص وتحطي صوص المانجا، بيبقى برضو رهيب جدا. هعمله لكم في مره ان شاء الله بصوص المانجا، هتعجبك برضو قوي. شايفين العظمه والجمال يا حبايبي؟ لو وصلت معايا بقى لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق الجميل بتاعكم اللي بيحفزني كده ان انا اكمل معاكم، والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان هنعمل فيديوهات مع بعض كتير كتير جدا، وان شاء الله هتعجبكم. ويا رب اكون كده خفيفه على قلبكم واقدر اوصل لكم المعلومه. بتمنى القناه تعجبكم والفيديوهات تعجبكم، وعايزه الدعم بقى الجميل من حضراتكم. بشكر اي حد بيكتب لي تعليق حلو، وبتمنى دعمكم كده في القناة. ويلا بسرعة انزلوا حطوا اللايك، واشوفكم على خير، وشكرا لأحلى متابعين. مع السلامة.